يلا بينا حكواتي المصري. كل مرة نحكي قصة مع حكواتي المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حكواتي المصري، المكان اللي بنرجع فيه بالزمن ونسمع أعظم الحكايات اللي حصلت في تاريخنا. كل حكاية فيها عبرة وكل حكاية فيها بطولة. والنهاردة معانا حكاية بطل مصري أنقذ الكعبة من أخطر سرقة في التاريخ. معاكم أحمد عارف. من أكتر من 1000 سنة حصلت واحدة من أخطر الجرائم في التاريخ الإسلامي، وهي سرقة الحجر الأسود من الكعبة. الكارثة دي فضلت 22 سنة وكانت حزن لكل المسلمين، لحد ما ظهر بطل مصري شجاع يقدر يرجع الحجر لمكانه، وبالفعل قدر وينقذ الكعبة من الضياع. بداية القصة في عام 317 هجريا ظهرت جماعة خطيرة اسمها القرامطة، وكانوا ناس متطرفين بيكرهوا الحج والمسلمين، وقرروا يدمروا الكعبة. في يوم من الأيام الحج هجموا على مكة وارتكبوا مجزرة بشعة جدا، قتلوا فيها آلاف الحجاج، وبكل وقاحة خلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين. الحجر الأسود اختفى 22 سنة، دي مدة طويلة قوي فعلا. القرامطة أخذوا الحجر إلى مدينة هجر، وهي حاليا البحرين، وفضل معاهم 22 عام. كل المسلمين في العالم كانوا حزانة ومصدومين. حاولت الدولة العباسية بكل الطرق ترجع الحجر، لكنهم كانوا يرفضون أي تفاوض أو أي تهديد. في اللحظة دي بقى يظهر البطل المصري. عايز تعرف اسمه؟ اكتب تم في التعليقات. في الوقت ده كان في راجل مصري شجاع وذكي جدا اسمه أبو علي الحسن الأصبهاني، وكان تاجر ماهر جدا، وكان قوي جدا في المفاوضات التجارية. لذلك ذهب إلى البحرين ودخل وسط القبائل بحيلة ذكية، وكان تقرب من زعماء القرامطة بلسانه العسل. هنا بدأت الخطة الذكية لإنقاذ الحجر. بعد شهور من التفاوض والمناورات، استطاع أبو علي المصري أن يقنع القرامطة إنهم مش هيستفيدوا أي شيء من الحجر، وإن المسلمين ممكن يدفعوا فدية كبيرة جدا وضخمة لاسترجاعه. وبعد مفاوضات مع الدولة العباسية بقيادة البطل المصري، تم الاتفاق على إعادة الحجر الأسود مقابل مبلغ ضخم زي ما قلت لكم قبل كده. وافق زعيم القرامطة على هذه الصفقة. عودة الحجر وفرحة المسلمين. في عام 339 وبعد 22 سنة من الضياع عاد الحجر الأسود إلى مكة، وفرح المسلمون فرحة كبيرة جدا. وكان كل ده بفضل ذكاء والشجاع الرجل المصري أبو علي اللي دخل التاريخ، وياريت الناس تفتكره لأنه رجل محترم ولازم يذكر في التاريخ وياخد حقه جدا. العبرة من القصة إن المصريين دايما في المقدمة في الدفاع عن الإسلام والمقدسات. الشجاعة والذكاء ممكن يغيروا مجرى التاريخ. الكعبة ستظل محفوظة بأمر الله مهما حاول الاعتداء والأعداء
المساس بها. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة من حكوات المصري. لو عجبتك الحكاية ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنوني في حكاية جديدة من تاريخنا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي كانت حكايتنا النهاردة، بس الحكايات ما خلصتش. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والشير، وقول رأيك في التعليقات، واستنونا في حكاية جديدة من حكواتي المصري.